مساء الفل عليكم يا هبيدة، اهلا بيكم في حلقة جديدة من الهبيدة في كاس العالم. خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة بالماتشات اللي اتلعبت في المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة. خصوصا المجموعتين دول بيضموا منتخبين عربيين قدموا مباريات رائعة جدا. تعالوا نتكلم عنهم باستفاضة. يلا بينا نبدأ حلقتنا. خلونا نبدأ كلامنا بمباراة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب السعودي. الجماعة في الأرجنتين والجماعة في العالم كله كانوا مرشحين الأرجنتين إن هم يخشوا ياخدوا اللقب، وإن هم مرشحين بقوة للفوز باللقب. لكن بيصطدموا الأخضر السعودي اللي بينزلهم على أرض الواقع وبيحقق فوز مهم جدا على المنتخب الأرجنتين، فوز غير متوقع. كل كان متوقع إن المنتخب السعودي هينزل ياكل 5، واللي بيقول لك لا دول هياكلوا 4، هياخدوا 6 مع الرأفة، وإن ميسي هيكون هداف في البطولة بسبب الماتش ده. لكن المنتخب السعودي ورجالة المنتخب السعودي بيقدموا لنا مباراة من 90 دقيقة رائعة جدا. كانوا كلهم رجالة على قدر المسؤولية. خصوصا اللي عجبني جدا اللاعب سالم الدوسري اللي بيقدم مباراة رائعة جدا، كباري وخمسات وبنشوف كل حاجة. بيبسطنا وبيفرحنا المنتخب السعودي بأول فوز للعرب في كأس العالم. عجبتني جدا الطريقة اللي بدأ بيها المدرب المنتخب السعودي هيرفي رينار، اللي هو العب على مصيدة التسلل وكرههم في الكورة. اصلا دول هتنزل قدامهم تدافع وتتمركز هيزعلوك، لان دول غشمة وما ينفعش معاهم غير كده الكلاحة، وان انت تلعب على مصيدة التسلل. اغلب الاهداف اللي سجلها المنتخب الارجنتيني كلها فعلا اتحسبت وكانوا في مصيدة التسلل. تعرضوا لمصيدة التسلل اكتر من حوالي 7-8 مرات. قدر المنتخب السعودي ان هم يحجم هجوم المنتخب الارجنتيني ويوقعهم كتير في مصيدة التسلل. المنتخب الارجنتيني ما كانش في دماغه حل للطريقه دي، ما كانش ذكي ان هو يقدر يتعامل مع التكتيك اللي عامله المدرب هيرفي رينار. وانا بشكر كل رجاله المنتخب الاخضر السعودي اللي قدموا لنا ماتش تاريخي جدا، لحظه فارقه في تاريخ كل الكره العربيه. اتمنى لهم التوفيق في كل ماتشات البطوله، واتمنى لهم ان هم يكونوا في الدور ال16 عشان يكملوا في البطوله ويقدموا لنا ماتشات رائعه، ونقدر ان احنا نقول احنا العرب جايين كاس العالم عشان نستمتع ونقدم كره جميله. اما تاني ماتش معانا في المجموعه فكان بين المنتخب البولندي والمنتخب المكسيكي. المنتخب المكسيكي في الماتش ده قدم كل حاجه في المباراه. انتشار المنتخب المكسيكي في الملعب كان رائع جدا، خلقوا فرص للتسجيل، استحواذ كان معاهم. لكن اصطدموا بحارس مرمى كان متألق جدا، هو حارس مرمى المنتخب البولندي تشيزني، اللي قدر ان هو يتصدى لكل الكور اللي صنعها المنتخب المكسيكي. اما المنتخب البولندي فلم يقدم اي شيء حتى الان في البطوله، وخصوصا في المباراه اللي ما قدموش فيها اي شيء. لكن بيتحسب لهم ضربه جزاء في الدقيقه 56 يتصدى لها اوتشو حارس مرمى المنتخب المكسيكي، وبيضيع ليفاندوسكي اول اهدافه في كاس العالم. وبتنتهي المباراه بينهم بالتعادل 0-0 لغايه ما نشوفوا ايه اللي هيحصل معاهم في الماتشات التانية. اعتقادي ان هم مصعبين الدنيا على نفسهم، خصوصا حتى الان المنتخب السعودي في صداره المجموعه. فاعتقد ان المنتخب الارجنتيني هيحارب في الماتشين الجايين قدام المنتخب البولندي والمنتخب المكسيكي، فهيقابلوا صعوبه جدا في التاهل. اعتقادي ان المنتخب المكسيكي قدم اوراق اعتماده في البطوله، لكن المنتخب البولندي لم يحضر حتى الان. اما بقى المجموعه الرابعه وكانت اول ماتشاتها بين منتخب نسور قرطاج المنتخب التونسي والمنتخب الدنماركي. المباراة اللي قدم فيها الجمهور التونسي ملحمة غير طبيعية في المدرجات. حسينا ان المباراة بتتلعب في تونس مش في قطر. بيقدم اللاعبين مباراة رائعة جدا، مباراة قوية جدا. رجالة طول الماتش قدموا مجهود بدني جبار، بيلعبوا بحماس وجرأة غير طبيعية. كانوا بيحاولوا ان هم يسجلوا هدف، وكنا في اوقات كتيرة من الماتش حاسين ان احنا قريبين جدا من المنتخب التونسي يفرحنا ويسجل هدف اول نقدر نخطف بيه الماتش ونخطف بيه 3 نقاط مهمين جدا في المجموعه اللي بتضم ابطال العالم. لكن انا مشكلتي الوحيده في المباراه دي كانت مع جليل القدري المدرب التونسي. اتاخر جدا في تبديلاته وتغييراته ما كانتش مفهومه. انا مش فاهم ليه تبديله يوسف المساكني يخرج وينزل طه ياسين الخنيسي. طب ليه مش وهب الخزري؟ مع ان وهب الخزري هيكون انشط بكتير في الناحيه الهجوميه، اسرع بكتير. طه ياسين الخنيسي تقريبا انتهى من 3 سنين، مش عارف ايه اللي بيخليه يلعب للمنتخب التونسي لغايه دلوقتي. هو تقريبا ماسك سيديهات على الاتحاد التونسي لكره القدم عشان خاطر يروح المنتخب كل مره يشارك فيها في بطولات كبيره. مع الاداء الكبير اللي قدمه المنتخب التونسي والتعادل الثمين اللي حققه، اقدر اقول لكم ان المنتخب التونسي عطى لنفسه حظوظ كبيره جدا في ان هو ممكن يصعد ويخطف بطاقه تاهل للدور الثاني.
اتمنى لهم كل التوفيق في البطوله، واتمنى ان هم يحققوا نتائج كويسه من المنتخب الفرنسي والمنتخب الاسترالي، اللي في اعتقادي ان هو هيكون حصاله المجموعه، المنتخب الاسترالي. اما المباراه الثانيه في المجموعه فكانت ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الاسترالي. قدر فيها المنتخب الفرنسي ابطال العالم ان هم يحققوا فوز كبير على المنتخب الاسترالي 4-1، بعد ما قدرت المنتخب الاسترالي ان هو يسجل هدف اول في الدقيقه التاسعه. كلنا قلنا شكلها كده لعنه البطل هتمشي كمان البطوله دي، ومنتخب الاسترالي هيطلع المنتخب الفرنسي من دور المجموعات، لكن لا، المنتخب الفرنسي بيفاجئنا وبيقدر بعد كده ان هو يرجع ويسجل 4 اهداف كلهم اروع من بعض، هدفين لجيرو وهدف لادريان رابيو وهدف لكيليان امبابي. وكان ممكن يسجل اهداف اكتر من كده بكتير، الفرص الكتيره اللي ضاعت، لكن المنتخب الفرنسي بيقدم مباراه رائعه جدا هجوميا، قدر يكسر فيها لعنه البطل ويقول ان انا مش هخرج من دور المجموعات وانا مكمل معاكم في البطوله، ويانا يانتو السنه دي عايز ياخد البطوله للسنه الثانيه على التوالي. فهنشوف هل المنتخب الفرنسي هيقدر يعمل كده ولا لسه ما اصطدمش باي منتخب من المنتخبات الكبيره. ما شفناش المنتخب الفرنسي على حقيقته، ظهر قدام المنتخب الاسترالي، بس المنتخب الاسترالي منتخب متواضع. اتخدعنا او خدعنا في اول 10 او 15 دقيقه، لكن المنتخب الاسترالي ما قدرش يصمد امام المنتخب الفرنسي وخسر بنتيجه كبيره جدا ومذله 4-1. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، الحلقه اللي اتكلمنا فيها عن كل الماتشات اللي اتلعبت النهارده، واتكلمنا عن كل الماتشات اللي اتلعبت في البطوله في حلقات سابقه. انتظروا الحلقات الجديده اللي هنتكلم فيها عن باقي الماتشات الدور الاول، ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي امام المنتخب الكرواتي في اول مباراه ليه في البطوله، ويكمل سلسله النتائج الجيده اللي بداتها السعوديه وتونس. نشوفكم في حلقات جايه كتير، وانتظروا كل ما هو جديد من الهبيده. ما تنسوش تعملوا لايك للحلقه لو عجبتكم، وسبسكرايب وفولو للقناه، والسلام عليكم.